بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. هل الرياضة آمنة للكبار؟ وإيه الأنواع المناسبة؟ طبعا الرياضة مهمة جدا لكبار السن، أهم حاجة تتعمل بشكل سليم. أهمية الرياضة إن هي بتقوي العضلات وبتحسن من كثافة العظام، بتحسن الصحة العامة لكبار السن، بتساعد في خفض ضغط الدم وسكر الدم، بتقلل فرصة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية، بتقلل من مشاكل النوم وبتقلل الأرق عند كبار السن، بتقلل برضو فرصة إصابة كبار السن بالاكتئاب، وبتحسن من مشاكل الذاكرة. طيب ايه الانواع التمارين اللي بنعملها في كبار السن؟ اول نوع من التمارين هي التمارين الهوائيه، اهميتها ان هي بتحسن صحه القلب والرئتين. من امثلتها المشي، الجري، السباحه. المفروض التمارين الهوائيه بتتعمل نص ساعه يوميا، على الاقل 5 مرات في الاسبوع، عشان تبقى مفيده من الناحيه الصحيه. اهميتها ايه؟ هي بتقوي العضلات وبتحسن من توازن الجسم. طبعا ببتدي بمشي، ممكن امشي مثلا 10 دقائق وبزود بالتدريج لو كبار السن مش متعودين على المشي، ولو صحته كويسه ممكن يبتدي بقى يزود سرعه المشي، يبتدي يجري لو هو قادر على كده وما عندوش مشاكل في المفاصل. السباحه من الحاجات الكويسه جدا، ان مناسبه جدا للمرضى اللي عندهم خشونه في المفاصل. هي ميزتها ان انا اقدر اعوم واعمل تمارين في الميه وما بيبقاش في ستريس او ضغط على المفصل، فهي بتفيد جدا المرضى اللي عندها خشونه في المفاصل. تاني نوع من التمارين بنسميه تمارين القوة والمقاومة، أهميتها إن هي بتبني العضلات وبتحسن من كثافة العظام. دي أحسن طبعا مكان تتعمل فيه، ممكن تتعمل في الجيم، إن أنا أشيل أوزان. بس طبعا مش أي كبار سن ممكن يروحوا الجيم. اللي ممكن يروح الجيم لو صحته كويسة، ما عندوش مشاكل في المفاصل، ما عندوش مشاكل في العمود الفقري، ما عندوش مشاكل في القلب، لو صحته كويسة. وبرضه لازم بعد ما يتعرض على الطبيب ويسمح له إن هو يبتدي يروح الجيم. غير كده احنا ممكن نبتدي نعمل تمارين القوه والمقاومه دي في البيت، ان انا اشيل اوزان خفيفه. ممكن ابتدي ان انا اشيل اوزان بالايد، مثلا كيلو 2 كيلو، وازود بالتدريج طبقا لتحملي. في اوزان برضو بتتلبس في الرجل والعيان بيمشي بيها، دي برضو بتحسن زي ما قلنا كثافه العظام وبتقوي العضلات وبتبني العضلات. دي بتتعمل من 2 ل3 مرات اسبوعيا. ثالث نوع من انواع التمارين بنسميه تمرين المرونه. دي ميزتها ان هي بتحسن مرونه وليونه المفاصل وبتمنع تيبس المفاصل. رابع نوع من انواع التمارين هو تمارين التوازن، دي خاصه بالمسنين اللي هي عرضه للسقوط، المسن اللي بيقع كتير. ودي طبعا يعني انواع كتير من التمارين تندرج تحتها. في بتتعمل باستخدام حاجه اسمها كره التوازن، وفي اماكن مخصصه للتمارين التوازن دي. ممكن تتعمل في البيت طبعا باستخدام اجهزه وحاجات بسيطه. طب في احتياطات هامه بقى اثناء ممارسه الرياضه. اول حاجه لازم استشير الدكتور قبل اما امارس رياضه، وخصوصا كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه. ونخص طبعا بالذكر المشاكل، مثلا زي مشاكل القلب، مشاكل المفاصل، السكر. فدي مهمه جدا. اوقف التمرين لو كبار السن حصل لهم مثلا دوخه، حصل له الم في الصدر، حصل له ضيق في التنفس، حصل له اضطراب في نبض القلب اثناء ممارسه الرياضه. في ادويه بتاثر على ممارسه الرياضه، اخد بالي ادويه الضغط مثلا، ممكن مسن ضغطه يوطى اثناء ممارسه الرياضه. مدرات البول، الادويه المهدئات، ممكن كبار السن يدوخوا، فلازم استشير الدكتور عشان اظبط الادويه قبل ممارسه الرياضه. مهم جدا ابتدي بالتدريج، بنقول ستارت لو جو سلو، يعني ابتدي بالتدريج وازود بالتدريج عشان ما يحصليش اي مشاكل في القلب او اي مشاكل في المفاصل. مهم جدا نشرب سوائل قبل التمرين وبعد التمرين عشان ما يحصل لناش جفاف. مهم جدا برضو اثناء ممارسه التمرين ابقى لابسه لبس قطن مريح، وابقى لابسه شوز مريحه عشان برضو ما يحصليش مشاكل في الفقرات او في العظم اثناء ممارسه التمرين. التمرين مفيده جدا لكبار السن والرياضه مفيده، بس اهم حاجه تتعمل بشكل امن. بتمنى لكم حياه صحيه خاليه من الامراض، ومستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.